اهلا بيكم في تاني حلقه من حلقات ازاي يبقى عندك المساعد بتاعك باستخدام تشات جي بي تي. واللي انا هشرحه هنا عشان بس تبقى انت واضحه بالنسبه لك، انا عندي الكتابين دول فيهم حوالي 140 شخصيه، كل واحد ليه بيرسونا معينه وشخصيه معينه بتاخدها كوبي بيست تحطها في تشات جي بي تي عشان يساعدك في المجال بتاعك. فلو انت فاكر انت في مجالك عمرك ما كنت هتستخدم تشات جي بي تي او الاي اي عامه، تبقى انت غلطان. وفي الفيديو ده او الحلقه دي هتكلم على فيديو كونتنت كريتور، اللي هي الشغلانه اللي معظم الناس دلوقتي بتحاول انها تعملها او بتحاول انها تخش في المجال ده، ازاي يبقوا كونتنت كريتور او بيقدموا محتوى زي ما انا بعمل دلوقتي حالا. انا بحاول اقدم محتوى تعليمي، فبالتالي اكيد استخدمت تشات جي بي تي عشان يساعدني في الفيديو ده او في اي فيديو ثاني انا بعمله. فانا دلوقتي حضرت سؤالين، سؤال هنساله لتشات جي بي تي من غير ما نحط له الشخصيه، ونفس السؤال هو هنحطه برده في تشات جي بي تي بعد ما ناخد الشخصيه اللي انا حاططها لك في الكتاب. والسؤال انا هتك عليه دلوقتي حالا، انا محضره. السؤال بيقول ايه؟ بغض النظر عن الاجابه دلوقتي، هتسيب الاجابه دلوقتي حالا وهنقول له ايه؟ ستوب. السؤال بيقول please design a step by step comprehensive growth strategy to help me increase my subscribers by 25% over the next period quarter او year. هناخد نفس السؤال وناخده كوبي ونحطه في تشات جي بي تي من غير شخصيه كده، ونقول مثلا في next period مثلا year، وهنشيل الحته دي ونتك دوت. وبعد كده هنا هناخد كوبي بيست برضو وناخدها هنا ونعمل اديت. فهنا انا ما قلتلوش لسه خالص، انا بشغل على يوتيوب، لينكد ان، اي بلاتفورم. طبعا الحاجات دي كلها مهمه جدا لازم تتقال، بس انا بديكوا بس يعني نبذه عن اللي موجود في الكتاب ورده هيبقى عامل ازاي في سؤال جنرال جدا. تعال نعمل هنا انتر ويلا بينا نشوف الاجابه. اول حاجه هو قال لي جول سيتنج واودينس اناليسيس، تمام. كونتنت استراتيجي المفروض انها تتعمل برضه، دول كويسه جدا ما فيهاش اي مشاكل. بلاتفورم اوبتمايزيشن، كوميونتي انجيجمنت، طبعا الكلام ده كله اكيد هو مهم جدا، بس تعال نشوف بقى الفرق لما نيجي نكتب نفس السؤال ده لتشات جي بي تي بعد ما اخد الشخصيه وبعد ما حطيت له كوبي بيست من الكلام اللي موجود في الكتاب، هيرد عليك ازاي. ونعمل سيف اند سبميت، نفس السؤال هو ودلوقتي هيبدا يريجنريت. طيب هنا اول واحده كانت ايه تاني عشان ما ننساش؟ جول سيتنج واودينس اناليسيس. حلو. هنا قال لك ايه؟ اودينس اناليسيس وكونتنت الاينمنت، ستيب 1 وستيب 2. بعد كده اس اي او اوبتمايزيشن وكي وورد انتجريشن. هنا كونتنت استراتيجي مش جايب لك اي حاجه ليها علاقه بالاس اي او، يعني في تشات جي بي تي اللي ما فيهوش شخصيه مش جايب لك حاجه ليها علاقه بالاس اي او، دي حاجه. كونتنت كواليتي وبرودكشن فاليو، كونسيستنت ببلشنج سكيدجول، يعني مدي لك الحاجه بطريقه مختلفه تماما عن ما تشات جي بي تي العادي ممكن يطبقها لك. وهنا بيجي الفرق ما بين لما بتدي تشات جي بي تي شخصيه فعلا ولما بتخلي تشات جي بي تي يتعامل اكنه اي اي موديل جنرال جدا. ومش بس كده، الفكره بقى ان انا مديك كمان فيها 15 برومبت تقدر انت تستغلهم اسوأ استغلال عشان تعرف ازاي تستفيد من شات جي بي تي في شغلك انت. والفكره في حاجه، مش بس السؤال ده، المفروض تساله اكتر من كده كمان. يعني ممكن تقول له اسالني حوالي 10 اسئله قبل ما ترد على السؤال ده، فبالتالي هيسالك اسئله معينه عشان يرد عليك الردود اللي انت فعلا محتاجها. وهكذا كل ما يكون في فولو اب كويستشنز اكتر بالشخصيه دي، كل ما هتلاقي ردود هي فعلا اللي انت محتاجها. يا رب اكون فدتكم. صباح الفل.